الدنيا. طبعا رمضان خلص والعيد طبعا خلص. طبعا بعد الفترة دي جيت افكر كده طبعا في مسلسل الاكسلانس لو انتوا فاكرينه. فكرت شوية وقلت اسأل هو امتى اخر مرة شوفنا فيلم حلو لمحمد سعد، وايه اللي خلاه يوصل لمرحلة انه يعمل مسلسل بالشكل ده او بالمستوى ده. فعموما جت في بالي فكرة لا ممكن اعمل لكم فيديو ليه حصل لمحمد سعد او ايه اللي وصله للمرحلة دي. ده اللي هنعرفه دلوقتي في الحلقة. بس قبل ما اقول لكم وقبل ما نعرف وقبل اي حاجة لازم نعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل، اشتركوا على انستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج وعملوا فولو على تيك توك، ويلا بينا بقى نعرف ايه اللي حصل لمحمد سعد. انا مش هجيب لكم بالتفصيل قوي، بس يعني هحاول على قد ما اقدر ما اطولش عليكم، وفي نفس الوقت يبقى ايه موضوع كده تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. في سنه 2000 كان محمد سعد عمل فيلم الناظر، طبعا نجح نجاح كبير وعمل شغل جامد، الناس كلها شافت الفيلم وكانت طالعه شايفه ان محمد سعد احسن حاجه في الفيلم كلها. بعد ما الفيلم نزل، بعد ما الفيلم نجح وكده، عملوا بعديها بسنتين فيلم الليمبي اللي كان فيلم كوميدي وبيضحك وفيلم لذيذ جدا ونجح وكان رقم واحد في شباك التذاكر. السنه اللي وراها على طول عمل اللي بالي بالك، اللي بالنسبه لي احسن فيلم ليه هو الصراحه، وكان المركز الاول برضو في الايرادات سنتها يعني. وبعدها بسنه عمل فيلم وكل برضو كان رقم واحد، وكان ده اكتر فيلم جاب فلوس في السينما في سنتها يعني، ودي كانت حاجه كويسه. انا الصراحه ما شفتش عوكلش، بس ما بقاش يعني بتكلم، يعني ما شفتوش كله، يعني بشوف منه اجزاء، بس هو انا بحبه الصراحه. فيلم اللي وراه على طول بوحه سنه 2005 برضو نجح وعمل شغل جامد، وكان فيلم كوميدي ولذيذ كان حلو يعني، كان فيلم لذيذ وبيضحك وكده، وكان فيه كاركتر، والاغنيه اللي كانت في الفيلم كانت حلوه يعني. بس السنه اللي وراها عمل فيلم كتكوت. كتكوت ده ممكن ما نجحش نفس نجاح الافلام اللي فاتت، بس الميزه في الموضوع ان الفيلم عموما ما كانش فيلم سيء يعني. الفيلم ده تلاقي فيه نص الناس تقول عليه حلو ونص التانيين يقولوا عليه مش احلى حاجه. السنه اللي وراها انا شايف ان دي يعني السنه دي كانتش حلوه قوي، لان هو عمل فيلم كركر ما كانش بيضحك ودمه كان تقيل الصراحه في الفيلم، والفيلم ما عجبنيش خالص الصراحه. ده رأيي الشخصي، ممكن كركر يبقى بالنسبه لناس كتيره فيلم كوميدي عظيم يعني، بس انا ما عجبنيش الصراحه. بس السنه اللي وراها رجع تاني وعمل شغل حلو في فيلم بوشكاش. بوشكاش ما نجحش قوي في السينما، بس مع الوقت الناس بقت بتحبه وبقى كوميكس وكده، وفي حاجات كتيره حلوه طلعت من الفيلم ده. عموما الفيلم ده بحبه جدا، فيعني لو حد ما كانش شافه يستحسن يكون يشوفه او شافه، يعني ان انا بحب الفيلم ده جدا يعني، وبالنسبه لي من الافلام الحلوه اللي انا ممكن ارجع اتفرج عليها يعني. وفي سنه 2011 عمل فيلم اسمه تك تك بوم. ده انا شفته تقريبا ولا شفت منه كده اجزاء، بس انا ما قدرتش اكمله بالنسبه لناس كتيره وانا منهم تقريبا. ده اسوأ فيلم لمحمد سعد يعني، كانش فيلم حلو خالص، كانش لذيذ ولا اي حاجه. وبعديها بسنتين عمل تتح، بس طبعا في 2010 ما نسيت معلش كان عمل الليمبي 8 جيجا والناس ما دخلتوش سينما لان الموضوع كان مكرر يعني، كان بيكرر شخصيه الليمبي. عموما 2013 عمل تتح، وتتح الى حد ما نجح وعمل فلوس، بس انا ما بحبوش بصراحه يعني. فيلم تتح انا ما بحبوش يعني، ولما انت حبيت تتح في فيلم تتح، طب تعالى كرهك فيه في حياتي مبهدله. كان في دمه تقيل الصراحه الفيلم ده، ما بحبوش خالص، ويعني كانت حاجه كارثه الصراحه. السنه اللي وراها على طول او بعدها بسنتين يعني، السنه اللي وراها على طول ايوه في العيد الكبير كان منزل تحت الترابيزه. تحت الترابيزه ده فشل، بعد 4 ايام اتشال من السينما ومحدش شافه، والناس كلها حتى اللي شافوه ما عجبهمش الفيلم وقايلين عليه ده واحد من اسوأ افلام محمد سعد يعني. السنه اللي وراها بقى تتضايق بقى ليه بقى، لان عمل فيلم مع مخرجي المفضل، اكتر مخرج انا بحبه شريف عرفة، بفيلم كنز الجزء الاول. الفيلم نزل ونجح يعني، الجزء الاول نجح وعمل شغل، هو اي نعم ما نجحش كان رقم واحد يعني، بس اللي يضايقك ان محمد سعد كان احلى حاجه في الفيلم، واللي مش دي حاجه تضايق، دي حاجه حلوه طبعا، بس اللي يضايق في الموضوع طب انت شاطر اهو بتعرف تعمل كاركترز حلوه والكلام ده، ما تعمل الموضوع ده على طول. بس هو بيضيع نفسه
بنفسه يعني في الحكايه دي، هو بيبقى عايز يمشي اللي في دماغه ومش عارف ايه. وده طبعا سمعناه من مخرجين كتير اشتغلوا مع محمد سعد يعني. وفي 2018 طبعا خد بريك، وبعدين راح عمل 2019 فيلم محمد حسين. فيلم مش وحش على فكره خالص، بس بالنسبه لي لا، ده مش محمد سعد. يعني انت كان عندك فرصه ذهبيه بعد الفيلم بتاع الكنز الجزء الاول، كنت تعمل فيلم درامي مش كوميدي، تحاول تبعد شويه، تاخد بريك من الكوميدي وتعمل حاجه اللي ليها علاقه بالدراما وكده والتراجيدي والحاجات دي. هو ما عملش كده، بس انا بصراحه ما عجبنيش عليها محمد سعد الصراحه. وفي نفس السنه نزل الجزء الثاني من الكنز وما نجحش. انا بقول لكم يعني انا الفيلم شوفته عجبني الصراحه، بس ده كان متصور في نفس الوقت اللي اتصور فيه الجزء الاول، فيعتبر اخر فيلم عمله كان فيلم محمد حسين يعني، مش الكنز الجزء الثاني. وبعديها غاب محمد سعد فتره طويله، 2019 لحد 2023 نزل لنا بمسلسل بتاع الاكسلانس ده. بصوا انا شايف ان انت يعني، انا رسالتي ليه محمد سعد يعني اللي هو يحاول يدور على مخرج كويس، ما يحاولش يمشي اللي هو عايزه في السكريبت وكده والكلام ده، عشان يعمل افلام حلوه ويعمل مسلسلات حلوه. لان هو لو عمل كده مش هيعرف يعمل يعني الافلام او المسلسلات اللي فعلا هي الحاجه اللي احنا نفسنا نشوف محمد سعد بيعملها يعني. فعموما انا نفسي اشوف له افلام حلوه، ونفسي اشوف له مسلسلات حلوه، ولسه عندي امل اللي هو ممكن يرجع عن اللي هو فيه ده ويعمل افلام حلوه ومسلسلات حلوه وكل الكلام ده. بس اتمنى نسمع للمخرجين، ما فيش غير مخرج واحد بس انت بتسمع له اللي هو شريف عرفة يعني. لازم تسمع كذا مخرج، لازم تسمع كذا مخرج وتشوف كل مخرج بيعمل ايه والكلام ده كله. وبس ده كان رأيي وكلامي في موضوع محمد سعد يعني. اتمنى طبعا تقولوا لي ايه رأيكم، ايه تعليقكم على الكلام ده كله يعني. بس يعني انا بكلمكم عن النجم انا بحبه، بس انا شايفه مش ماشي في الطريق الصح، ومش مقتنع ان مسلسله ترند يعني. فعموما انا مش مقتنع يعني ان مسلسله ناجح والناس بتشوف الصراحه يعني. المسلسل ما كانش حلو خالص، انا شفته على فكره 10 حلقات منه ما عجبنيش خالص، ما كملتوش الصراحه. بس عموما قولوا لي انتوا ايه رايكم، وشايفين هو ممكن محمد سعد يرجع ازاي للسينما والدراما، يعمل حاجات حلوه يعني. قولوا لي تحت في الكومنتس، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشير سبسكرايب للشانل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.